يا السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مش عارف بقى كان الصوت واضح كده ولا لا، بس اللي انا عايز اوصله النهارده من كتاب اسرار عقل المليونير بيقول ايه. بيقول انك انت تطور نفسك وحاول انك انت تبقى واعي ليومك على مدار يومك، وفي نفس الوقت تختار المجال اللي انت حابب تشتغل فيه، وان انت عارف ان المجال ده هيساعدك ان الفترة اللي قدام تعرف تعمل قرش، تعرف تعمل فلوس. المجال ده اللي هيساعدك انك انت تشتغل وتنتج وتعمل انتاجية كبيرة قوي. ففي مجالات كتير هتبقى مطلوبة. ركز على انك انت تتعلم، تعرف تشتغل وتحط نفسك في المجال ده. وبعد ما تشتغل وتحط نفسك في المجال ده هتبدأ بعد كده يبقى ليك زبون، يبقى ليك عميل. بس المهم انك انت تطور نفسك كل مرة. على قد ما هتطور من نفسك على قد ما رزقك هيزيد. كل مرة تطور فيها من نفسك كل مرة رزقك هيزيد. وكل ما رزقك ما هيزيد انت ممكن تعمل فلوس كتير قوي. بس الفكرة انك انت عقلك مؤهل انك انت تعمل فلوس كتير قوي، ولا مؤهل انك انت تصرف على طول وما بتعرفش تمسك حاجة وما عندكش المخطط في دماغك انك انت تكبر وتخلي القرش يزيد اوتوماتيك. فانت ممكن تبقى بتاع بيزنس كبير بس مش عارف تحافظ على القرش. فده بيفرق جامد قوي. فانت على مدار يومك خلي عندك وعي كامل بتصرفاتك، وازاي انك انت تخلي القرش يزيد عندك. ازاي انك انت تتعلم وتطور التعليم اللي انت بتتعلمه ده في مجال بقى التسويق، في مجال العقارات، في مجال التفاوض، في كل المجالات تقدر تاخد من كل حاجة، بحيث ان انت تطور من نفسك عشان تبقى حاطط نفسك على الطريق المظبوط. فيبقى فكرك كله متجه نحو انك انت بتكبر ورزقك بيزيد. مش هيزيد دخلك غير لما فكرك يكبر، ولما فكرك يكبر دخلك هيزيد. فده كان فيديو النهارده، ويا رب يكون ايه قدرت ان انا اوصل معلومه. يلا نهاركم ابيض.